بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب النهاردة تكون احسن من امبارح، ويا رب بكرة يكون احسن من النهاردة. معانا النهاردة الفراخ اللي انا وريتها لكم في جزء من فيديو من الفيديوهات اللي فاتت. طالعين بقى نأكل كل الطيور، الفراخ والبط والحمام وكل حاجة. دلوقتي معانا الفراخ ديت اهيت. الفراخ دي على وش ذبيحة، يعني لو عاوز تذبح منها النهاردة نذبح منها النهاردة. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لسه لحد دلوقتي بأكل علف مرحلة تانية، أنا ما بأكلش تالتة خالص. هو أولى لحد 17 أو 16 يوم، وبعدين بقلب تانية. شوفوا هما قلبين العلافة، على فكرة دي حاجة كويسة إن هما خلصوا العلف، يعني جاعوا. خلصوا العلف دي يعني جاعوا. ولازما اصلا الفراخ تجوعيها من ساعة لساعتين عشان ترمي معاكي وزن، عشان تبقى حلوة. اللي قداميين دول صغيرين اصلا، هم مش الكاميرا مصغرهم ولا حاجة، هم صغيرين اصلا، ان هم كان معاهم فراخ تانية بلدي وكانت قرفاهم فنقلتهم من بعض. هوريهم لكم دلوقتي. على فكرة هنذبح بط النهاردة برضو من عندنا من على السطوح، لكن الفراخ دي هسيبها شوية عشان تكبر شوية، وهوريها لكم قبل ما نذبحها، وهوريها لكم لما تكبر. ما شاء الله، الله اكبر. هنحط العلف اهو، شوفوهم بقى يعملوا ايه في العلف عشان هم جعانين واقفين مستنيين العلف يتحط اهو. جعانين بيتخانقوا عاوزين ياكلوا. عملوا لنا اشتراك وعملوا لنا لايك وخليكم معانا ودعمونا بعد اذنكم يعني. العلف اتحط لهم اهو. بصوا بقى، بصوا بقى، شفتوا الصايمين؟ دي حاجه بقى بتخلي الفرخ ان هو يجي معاكي على طول. بس الكلام ده ما تعملوش غير بعد 25 يوم، يعني يكونوا عمرهم 25 يوم، انك تجوعي ساعه او ساعتين. هي حتى مش مكفياهم يعني. المية بتاعتهم خدناها ننضف المسقة بتاعتهم ونحط لهم مية نظيفة، لأن الفراخ البيضة بتحب الحاجة نظيفة على طول، الفراخ البيضة والحمام. اهيت المسقة اهيت، هنحط لهم المية فيها. اتملت اهي. وهنا معانا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الحمام بتاعنا بسم الله ما شاء الله. عاوز شوية ذرة، بس هو قدامه مية وميته نظيفة، وعاوز شوية ذرة، بس هنحط له شوية ذرة. ديت الفراخ اللي انا وريتها لكم، تقريبا بقى عمرها دلوقتي 7 ايام او 8 ايام اهمت. انا شايفة ان هما فيهم بعض فرخ عنده اسهالات، فهنغير لهم المية ونحط لهم بقى الادوية اللي جبناها مع بعض من الدكتور اللي انا وريتها لكم في اول فيديو خالص، اللي هو من حوالي 7 او 8 ايام ده. فلقيتهم نافشين العلف كده النهارده وقلبين الدنيا ومليانه تبن، فنبدا بقى هنعلي تحت منهم، نحط غطا سقايه كده ونحط عليه العلفه بحيث انها تعلى شويه، ونملاها لهم علف، وهنحط لهم الميه. احنا قلنا ناكل طول النهارده مع بعض يعني، وهنحط لهم الميه ونحط لهم العلاج في الميه. بس هما مالين المسقه تبن ازاي؟ عشان فيهم فراخ بلدي، فراخ البلدي بتنكش. برضو انا حاطه هنا غطا برضو مكفي تحت الميه، بحطهم فوق بعض اهو. هنغير الميه ونحطها لهم. هم خايفين مني بس يعني، على فكره كانوا هم صحتهم كويسه، بس عشان نبقى متابعين لما نلاقي اي بدء اسهال ولا كده لازم نلحق نفسنا عشان الحاجه ما تبصش مننا، نرجع نقول يا ريت، وما بينفعش الكلام ده خالص.
الازازه دي، فاكرين الازازه دي اللي كان مكتوب عليها الاسهالات والكمش اللي هما بيبقوا كاشين او متدارين في بعض، اللي احنا حضرنا عليها 3 ايام، هي دي اللي هنرجع نحط منها النهارده. احنا حضرنا عليها 3 ايام، يعني هو بقالهم بتاع 4 أو 5 ايام ما حطيتلهمش منها، كنت بحط لهم الجرعه الاولى. النهارده هنرجع نحط غطايه من دي على لتر ميه، علشان انا شايفه ان في نسبه اسهالات ضعيفه، فهنحط منها غطا على لتر الميه ونقلبه كويس. هنا حطينا الدواء في الميه في السقايه، وملنا لهم العلافه علف. وتعالوا معانا بقى عشان نشوف الباقي، دول مش اخر حاجه، في معانا حاجات تانية. خليكم معايا واعملوا لي اشتراك واعملوا لايك وابعتوا لي اي تعليق انتوا عاوزينه يخص اي حاجه من الحاجات دي. خليكم معايا بقى، هوريكم حاجات اكتر من كده بكتير. هنا بقى عندنا بط عمره تقريبا نقول شهر، ده بط مولر. ودول الفراخ البلدي اللي كانوا قارفين الفراخ البيضه انا بقول لكم عليها. بصوا الديك الحلو ده، مش ما شاء الله الله اكبر. انا بحب الديوك على فكره الذبيح. هما كانوا 10 بس صفيوا على دول، لاني كان حصل لهم حاجه كده، وكويس ان هما اصلا دول اتبقوا، يعني ده باللي احنا عملناه. لكن ما شاء الله البط زي ما هو. انا اصلا ما بجيبش غير 4 أو 5 بطات، ممكن اجيب 6، لكن هما دول كانوا 5 بس. دول بط مولر. مش بيعمل ايه في الفراخ، بيلعبوا مع بعضهم. هنأكل بقى، ومخلصين ميه ومخلصين علف. وعلى فكره مش شرط ان هم يتحطوا لهم علف في السن دوت، بنحط لهم عيش، بس انا هحط علف لاني عندي بط اكبر شويه هوريلكوا دلوقتي اللي هو المفروض هيندبح اصلا. بحط له عيش، فما عنديش عيش كفايه ان انا ااكل ده وده عيش. وبرده العلف غالي، بس انا بحاول ان اذبح بقى علشان مش كل يوم مصاريف علف ومصاريف عيش. علف تانية برضو على فكره، انا مش باكل تالت خالص، بحضن على اولى 16 17 يوم وبعدين بنأكل تانية. بصوا بقى الحرب دي، بصوا الحرب دي، بط عاوز ياكل الفراخ. هو احترم نفسه ولا ايه؟ كنا عاوزين نشوف مين اللي هيكسب. هنا بقى في اليمة التانية ما شاء الله الله اكبر، الثلاث بطات دول هم اللي عاوزين الذبيح. في واحده واقفه لي هناك، هي مش عارفه واقفه لي كده، تقريبا هي عارفه ان احنا بنتكلم عليها انها تندبح. والاتنين اللي في الارض دول انا اما قدامهم علف، وقدامهم نسبه من العيش اهو. هنحط لهم ميه، هنفتح عليهم ونحط لهم ميه. مش عارفه مش عايزين يتحركوا ليه. هما تقريبا زعلانين. على فكره البط ده عمره شهر ونص، البط اللي هيندبح ده عمره شهر ونص. ما شاء الله البطايه حلوه اهو، قايم بيتحرك اهو. لما نيجي نذبح ان شاء الله ممكن اوريهولكوا هو التنظيف، مش عارفه لسه ممكن اوريهولكوا ولا لا، يعني عشان حسب مساحه الفيديو. بس لو كده هوريكوا الذبح والتنظيف. خليكم معايا، لسه في حاجات كتير هنعملها النهارده في فيديو النهارده، ده مش اخر الفيديو، لسه في حاجات كتير النهارده. اعملوا لي اشتراك واعملوا لي متابعه واسمعوا الفيديو للاخر، اسمعوا الفيديو للاخر. على فكره قبل ما اقفل، في عايزه اقول معلومه كده، اما يكون عندنا بط كده على السطوح مش في الارض مش في التراب، يعني على السقف، نحط سقايه كبيره وما نملاهاش ميه خالص، يعني نخلي الربع ميه والتلات ارباع فاضي، الربع ميه والتلات ارباع فاضي، بحيث ان احنا هنقل قوي من ان هم يغرقوا تحت منهم او ان هم يبهدلوا الدنيا، عشان السقف ما يتأذاش. وهنا ذبحنا البط، وطبعا ما رضيتش اجيب واحنا بنذبح. ذبحنا البط وحطيناه في طبق كده كبير، وغلينا ميه، الميه دي بتغلي من على البوتاجاز، هنكبها عليه. هنا هننتف بقى الريش بتاع البط، هوريكم هنعمله ازاي، مش بياخد وقت خالص بتاع ده التنتيف بتاعه. على فكره بيضه صغير في السن، مش كبير يعني، مش عجوز، ممكن نعمل اي حاجه بيه. على فكره برضو بنلم الكبد والقوانص بتاعته زي ما بنعمل مع الفراخ، والعزاويل بتاعته اللي هي مثلا الاجنحه، لان احنا ما بناكلش لا الرجول ولا الراس،
الاجنحه بتاعته برضو بنلمها مع بعض، وممكن نعملها مثلا على شويه بطاطس، على شويه ببصل، نعملها ببصل برضو تبقى وجبه تانية زي ما بنعمل مع الفراخ بالظبط. دول 3 بطات، وكان في 3 قبلهم احنا ذبحناهم مره قبل كده، بس انا ما عملت لهمش فيديو يعني، لان دول كانوا 6 بطات. ذبحنا 3 في 3. نضغط عليهم كده عشان المية السخنة تخش جوه الريش كويس، عشان لما نيجي ننضف ان احنا نشد الريش دوت ما تبقاش لازق، يتشال بسهولة يعني. اهوت هنقلبها اليمة التانية، ونقلب دي برضو اليمة التانية. اللي عنده اي تعليق يبعت لي يقول لي وانا هرد عليكم ان شاء الله اكيد. بنقلب كده يمين وشمال ونضغط، نضغط كده بالسكينه زي ما انتم شايفين كده، سكينه الذبيحه احنا دابحين فيها بطبق بلاستيك او في قروانه او طبق استانلس اللي يريحكم يعني. الميه ديت كانت نضيفه على فكره، بس الميه وسخه من الريش بتاع البط. اهوت نحط بقى التالتة، ونحط عليها شويه الميه اللي هم المغليه دولت الاخرين اهي. دي تالت بطايه، هنكب على الميه المغليه، وهنعمل فيها برضو زي الاولانيين. خليكم معايا الفيديو الاخر، في حاجات كتير في اخر الفيديو هوريكم ازاي هننضف البط، وهنفتح قلبه، وهننضف الحصاله بتاعتها، وهنصفيها عشان الزفاره. وبراحتكم بقى انتوا في التكيس، انا مش هكيسها في الفيديو ده. ولما نظبط نفسنا بقى وننضف المطبخ ونعمل كوبايه القهوه كده الجميله دي، علشان ايه؟ نروق دماغنا بعد ما نخلص التنظيف وكده يعني. كل حاجة بالتفصيل واحدة واحدة اهو، عشان البنات الصغيرين اللي لسه ما جربوش، اللي نفسهم يجربوا، او اللي عاوزين يجربوا، او المجبرين ان هم يجربوا، يبقوا واثقين من نفسهم لما يشوفوا الحاجات دي. اهوت تك عليه كده عشان المية تملأ كل الريش، ان الريش بيبقى هايش فما بيوصلش الجذور، فكده المية بتوصل جذوره. اهوت هنا دول بدأنا ان احنا نشد في الريش كده زي ما انتم شايفين. دي الاولانية والتانية، التالتة اللي هي في الوسط دي لسه. اهوت بسرعة كده بسرعة، والصابع الكبير كده هو اللي بيسحب، صابعنا الخامس هو اللي بيسحب عشان الريشة الصغيرة. طبعا احنا بنشيل الرز بنرميها هي والرجول، احنا ملناش فيها، اللي ليه فيها بينضفها طبعا ويكمل عليها، لكن احنا مش بناكلها. اهوت بننضفه كده زي ما انتم شايفين. اهوت على فكرة احنا عملنا الكلام ده كله على السطوح مش في قلب الشقة، عشان ما يبقاش برضو ما نبهدلش الدنيا تحت. الرجول كلها هي رجل رجل اهوت معاكم، ان احنا ما بناكلش الرجول. خليكم معانا الفيديو الاخر، هنفتح البطايه وهنقطعها وهنوريكم هنفصل الكبده والقوانص ازاي وهنعمل فيها ايه. اهوت رجل رجل اهو، عشان البنات الصغننين اللي لسه بيتعلموا او خايفين يتعلموا، او المجبرين يخلي قلبهم جامد ويعملوا وما يهمهمش اي حاجه. وبعد ما بنخلص لازم ننضف السطح برضو، يعني مش هنسيب السطح باللي فيه. دي المشمع ده اللي احنا كنا حاطين عليه البط، يعني احنا مش كنا بننضف على الارض، لا يكون حد فاكر ان احنا كنا بننضف على الارض، لا احنا كنا بننضف على المشمع ده، وبنخلص بنشيله، بنلم كل حاجه كده بنرميها في كيس اسود عشان نحطه في الزباله. الكيس الاسود ده بنحطه في الزباله، لا على اول الشارع مثلا ولا حاجه، بعد برضو الحاجات اللي بتطلع من قلب البطه. فبنعمل كيس كامل يعني، ومخرجين رامينه مره واحده. نقطع الاجنحه اللي هي الصغننه الضعيفه دي برضو اللي محدش بياكلها اصلا، اي الصغيره دي. الريش ده كله على فكره يطلع دلوقتي على البوتاجاز، لما نيجي نشيط على البوتاجاز الريش الصغير ده كله بيطير اهوت. بنشيط الريش الصغير اهوت، نمسك البطايه زي ما انتم شايفين كده الريشه بتشيط.
بنعمل بنات الأجنحة، وبنعمل بنات اللواك، وبنعمل الصدر، وبنعمل الرقبة، وبنعمل من تحت ومن فوق ومن كل حتة. بنمشي البطة كلها على الولعة بالراحة، وما تخافوش ما تخافوش، ما فيهاش اي حاجة زي ما انتم شايفين كده. يعني ما بتأذيش البطة في حاجة خالص، هي بس بتشيل الريش اللي هو الزيادة. في ريش بيطير خالص، وفي ريش بيجمد كده، فانت تحت المية بتعرفي تمسكيها بقى وتشيلها خالص. تأثير الولعة. على فكرة التشريط ده اسمه تشريط، ما بيقلش من البطة في اي حاجة، بل بالعكس بيزيد في حلاوتها كمان. يعني تيجي تاكليها بتحسي باختلاف، مش بيزفر ولا اي حاجة. بس هو وسخ البوتاجاز. بس ما نخلص هننضف البوتاجاز، ونعمل لنا كوباية قهوة كده نروق بيها بعد ما نغسل طبعا الحوض والبط ونظبط والبوتاجاز ده ينغسل. اهو هنا بقى الريشه الزياده اللي الولع عملتها بنشيلها بايدنا اهو. اهو الحته ديت من البوتاجاز عشان كنا بنحمل شويه على الشارع، هو المفروض ما نحملش يعني على الشبكه. يا ربي على الشبكه، المفروض ما نحملش على الشبكه. ديت بقى المصفى، جبنا المصفى حطيناها كده في قلب طبق عشان اللي نقطعه ونحطه فيها فتصفي ميتها، عشان لما نيجي نعبيها في كيس ميبقاش في ميه خالص 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 في قلب القطع بتاع البط. هنسيبها بتاع ساعتين تقريبا في قلب المصفى دي عشان ما تبقاش فيها اي زفاره، لان الميه بتاع البط هي اللي ما دام هتحطي في الفريزر هي بتحس ان هي اللي عامله نسبه الزفاره يعني. هنا بنيجي نمسك بقى المصارين الرقبه بتاع البطايه، نبدا نفتح كده في الجلد عشان نشيل الزور. اهو بنفصل الزور من الجلد اهو، بنفصل الزور من الجلد واحده واحده اهو زي ما انتم شايفين. البط دوت سنه صغير زي ما قلنا، مش كبير في السن، يعني ممكن تعمليه صواني، ممكن تشويه، ممكن تعملي اي حاجه. لكن البط الكبير في السن لازم يتحط ينسلق وتتابعيه بقى واحده واحده على ما يستوي. كنت تحط له اضافات بتاعته عشان يستوي كده يعني. او بنفتح برضو من تحت كده، خلصنا الرقبه نفتح من تحت هنطلع قلب البطايه اهو، المصارين والكبد والقوانص والحاجه بتاعتها بنطلعها معاكم كده واحده واحده. وطبعا الحنفيه شغاله معانا على طول عشان لو في اي حاجه اهوت. بنطلع الكبده كده بالراحه على الكبده عشان ما تتهريش، بالراحه على الكبده خالص وانت بتفصليها من جوه، بالراحه خالص، ان الكبده بتتحملش بتتهري. وكبده البط دي حاجه جميله قوي 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 يعني. بنعمل الكبده لوحدها، وبنعمل الكبد والقوانص بنعينها في كيس على بعض، والعزاويل بنعينها في كيس على بعض. هنا بنعين الرقب والجناحة بس، لان احنا كده كده رامينا الرجول، احنا مبناكلش الرجول. بنبدأ ان احنا نفصل المرارة كده من الكبدة، المرارة من الكبدة بالراحة. احنا ماسكين المرارة كلها في ايدينا على فكرة، بنفصلها كده هي على بعضها بالمصرين بالحاجة، عشان ما المرارة دي لو سابت بتمرر اللحم بتاع البطة. اهو كده فصلنا البطة 2 عشان نقطعها 4/4. هنقطع كمان البطة معاكم اهوت، التفاصيل كلها عشان البنات الصغننين، عشان البنوتة اللي مخطوبة اللي داخلة على جواز ما تخافش من اي حاجة. طبعا الجماعة الكبار احنا طبعا بنتعلم منكم، احنا على قدنا بنعمل على قدنا معلش. احنا بنقطع الوركين بنفصلهم من بعض اهو، وطبعا بايد واحدة محدش ماسك قصادك مع نفسك اهو، عشان ما تحتاجيش لحد او تنيكي قاعده مستنيه اما حد يجي يسال عليك عشان يمسك قصادك. لا هو كله بايد واحده اهو، ايد وايد بايديك انت بس يعني، مفيش حد معاكي. هنا هنطلع الرقبه كامله عشان بنقطعها بعد كده 2 وبنعينها في كيس العزاويل. كيس العزاويل ده ممكن تعمليه بقى ببصل، ممكن تعمليه ببطاطس، ممكن تعمليه باي خضار زي ما انت عاوزه تشكليه بعد كده تشكليه. ممكن يبقى وجبه في يوم، مفيش حاجه في حاجه، مفيش حاجه يعني عارفه تعمليها او بتفكري في اكل ما انتيش عارفه، طلعي الكيس ده تعمليه مره وجبه. والكبد والقوانص برضو مره، زي ما بنعمل في الفراخ يعني، زي ما بنعمل في الفراخ. البط ده متربي عندنا زي ما قلت لكم، عشان كده بنذبحه في البيت. بنجمد كده على بتاع البط اهو اهو اهو، كل التفاصيل قدامك
يا عروسة يا بنوتة يا طالبة لسه صغيرة يا اي حد نفسه يتعلم البط تنظيفه وذبيحه. على فكرة في ناس كبار برضو مش بيعرفوا ان هم يذبحوا البطة ومش بيعرفوا ان هم ينضفوا البطة، ولازم يودوها محلات بتاعة ذبيح الفراخ اهوت. على فكرة ممكن مش لازم تروحي انك تنضفي عليه طول ما دام صحية. دي على فكرة من الشبكة بتاع البوتاجاز، هي اتحطت شوية حملت شوية على الشبكة بتاع البوتاجاز فادتها اللون ده يعني، وما بيقلش برضو بطعمها، ما تقلقوش منها خالص 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 على ضمانتي يعني. ضمن ربنا اولا. وصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ألف صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اهو برضو لحد آخر وقت بنلم منه. حطيناه في المصفى اهو، حطيناه في المصفى، والمصفى في قلب الطبق اهو. بنسيبه بقى كده ساعتين، وبعد كده بنبدأ ان احنا نكيسه ونعينه في الفريزر. عاوزين نسوي عصرة الليمون اللي هو الناشف معاه برضو بتحطي في بعد ما خلصنا البط خالص التسوية. قلنا بقى هنا نروق على خلصنا نفسنا ونضفنا كده البوتاجاز بكوبايه ورتبنا قهوه المطبخ ورمينا عشان كيس نشربها الزبالة، سوا. فقلنا نعمل بقى كوباية قهوة كده عشان والبط على نشربها فكره سوا. هيتصفى كويس من الميه، يقعد مثلا بتاع نقول ساعتين، وبعدين نكيسه ونحطه في الفريزر. بس انا قلت ايه نسوي كوبايه القهوه الصغنونه دي معاكم. بحب اسويها على نار هاديه كده بالمعلقه هادي كده. بس هي كده بقت تمام. مين نفسه بقى في كوباية القهوة دي؟ اللي نفسه يتفضل يشربها معانا بعد ما خلصنا المطبخ خالص، شطبناه وعبينا الطيور ودخلناها الفريزر. ايه رأيكم بقى؟ اتفضلوا معانا، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.